وكلمة السر لتقدم أي مجتمع هو الشباب، وفي مصر شباب كتير جدا عايز يساعد ويخدم بلده بكل الطرق، وعاوز كمان مستقبلها اللي جاي يكون أحسن وأفضل. والنهاردة احنا معانا شباب قرروا ان يكون هدفهم هو مستقبل أفضل لمصر. عملوا حملة مستقبل وطن هنتعرف عليها أكتر من ضيوفنا النهاردة. الدكتور أحمد نجيب وهو مسؤول قطاع القناة والإسكندرية، أهلا بحضرتك في صباح التحرير ويكند. والمهندس محمد شوقي مسؤول قطاع الدلتا، أهلا بيك في صباح التحرير ويكند. أهلا بحضرتك. عفوا الأستاذ هشام القاضي المسؤول بعتذر عن هذا الخطأ. وعايزه ابدا السؤال للدكتور احمد نجيب. حمله مستقبل وطن فكرتها جت ازاي وبدات امتى؟ طيب، حمله مستقبل وطن هي حمله شبابيه طلابيه بدات اتدشنت. كان مؤتمر التدشين بتاعي يوم 15/12 كان في دار الاوبرا المصريه، كان بحضور 2000 شاب على مستوى مصر كلها، وكان اللقاء كان في دار الاوبرا زي ما قلت، وبدات الحمله تنطلق. وكان منسق عام الحمله محمد بدران. محمد بدران ده رئيس اتحاد طلاب مصر، وكان عضو لجنه ال50 لتعديل الدستور. مجموعه شباب اتجمعوا ليهم فكر وليهم هدف. هدفهم ان هم عايزين يعملوا كيان ما يحاربش البلد، ما يهتفش في مظاهرات، ما يوقفش الطرق. هدفه ان هو يبني البلد. نعم. فجات الفكره من هنا، ومجموعه شباب بدات تتجمع. كنا تقريبا حوالي 2000 شاب على مستوى مصر كلها. بدا الموضوع يتطور معانا. بس جمعتوا بقى بعض ازاي؟ ما هو ان انتوا توصلوا للعدد 2000 ازاي؟ تمام. هو محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر، وانا كنت نائب رئيس اتحاد طلاب جامعه بنها، وطبعا في اتحاد الطلاب الجامعات بيبقى لينا علاقات ببعض. فبدانا نكلم اصدقائنا في الصعيد وفي سينا وفي كل محافظات مصر، فلقينا اقبال جامد جدا على الفكره ان احنا عايزين نعمل كيان يوقف مع البلد، مع مؤسسات الدوله. مش هدفه ان هو يهدم النظام، وان احنا هدفنا البناء، ان احنا عايزين نعمل حاجه للبلد، ان في شباب فعلا عندهم طاقه عايزين يستخدموها في بناء البلد. فبدا التجمع من هنا، وكلمنا كلمنا بعض، وبدانا تبدا اجتماعات مصغره لحد ما قررنا انطلاق الحمله يوم 15/12. بعد كده بدات الاحداث ان احنا الدستور. شباب حمله مستقبل وطن نزلوا، كان عددنا وصل تقريبا 6000 شاب على مستوى مصر. نزلنا في الدستور قدام لجان التصويت الاستفتاء، وكان في قبلها مؤتمرات توعيه للناس بالدستور وبأهميته، بالمواد المميزات اللي فيه وبيفرق عن الدستور السابق. وبدأ التنسيق مع ان احنا بنعمل مؤتمرات وبنعمل ندوات وبنعمل لقاءات مع كل الاطياف، كل اطياف الشعب. والحمد لله دلوقتي وصل اعضاء حمله مستقبل وطن التنفيذيين 64,000 شاب على مستوى مصر. لينا 60 مقر في مصر كلها في كل المحافظات، والحمد لله في يعني قبول عند الناس في حمله مستقبل وطن. هرجع بقى للاستاذ هشام القاضي وهو مسؤول الدلتا ومتحدث باسم الحمله. انضميت حضرتك للحمله ازاي؟ سمعت عنها ازاي تم التواصل؟ وان يعني توكلت لك مهمه انك تكون مسؤول عن الدلتا والمتحدث باسمها. صحيح. الحقيقه الحمله يعني خليني يعني اقول ان الكلام الجميل اللي قاله صديقي العزيز وزميلي العزيز الدكتور احمد نجيب فعلا اتكونت الحمله الاول في البدايه عن طريق اتحاد طلاب مصر، عن طريق الزميل العزيز والاخ الفاضل محمد مصطفى بدران رئيس اتحاد طلاب جامعات مصر المنتخب، ثم عضو لجنه ال50 للتعديلات الدستوريه عن الشباب. بدا يدعو لهذه الحمله، هدفها مهم جدا وهو دعم مؤسسات الدوله المصريه، دعم تكامل الدوله المصريه ضد انهيار او تفكك مؤسسات الدوله المصريه، دعم الجيش المصري ضرة عقد هذا الوطن ودرع وسيف هذا الوطن. طبعا. هذا الكلام ما فيش عليه جدال، اي شباب منتمي محب لهذا الوطن عنده شيء من الانتماء يسمع لازم يكون عنده قبول فورا. فلما عرض عليا الانضمام للحمله بالقطع وافقت طبعا، ودخلت معاهم الحمله وكنت سعيد جدا جدا. وبعدين أصبحت رئيس قطاع وسط الدلتا، ثم وكالت لي مسؤولية المتحدث الرسمي للحملة. حضرتك ذكرت نقطة هامة جدا وهو الجيش المصري طبعا. الدرع والسيف. فهل من أسباب وجود هذه الحملة هذا الهتاف السيء السمعة اللي تم إطلاقه وهو يسقط حكم العسكر؟ حسيتوا أن أنتوا لا لازم تقوموا وتعملوا حملة وتدافعوا عن يعني هذا الجيش العظيم المنتصر؟
طبعا. اولا انا بشكرك على هذا السؤال المهم جدا استاذه مها، لانه هذه الكلمه وهذا الشعار شعار سيء السمعه زي ما حضرتك قلتي بالظبط. صحيح، زي بالظبط قانون العزل السياسي. بالظبط كده. اولا احنا ما عندناش عسكر في مصر، وهذه الكلمه لها تاريخ. العسكر دول كانوا المرتزقه اللي بيستخدموهم الفرنسيس ثم المماليك فيما بعد. احنا عندنا جيش نظامي، جيش حارب وناضل وقاتل من اجل هذا الوطن واستقرار هذا الوطن واسترداد الارض واسترداد الكرامه. اقل شيء ان احنا نكافئ هذا الجيش بانتمائنا وحبنا لهذا الجيش، ان احنا نقف في ظهره، ان احنا خاصه في هذه الظروف الصعبه. عارفه استاذه مها، في مقوله مهمه جدا بتقول من لم يقرأ في الجغرافيا لا يستطيع ان يتحدث في السياسه. النهارده لما نيجي نبص في حدودنا الاستراتيجيه هنا في مصر، شوفي ليبيا التي قسمت الى 5 الان بانفصال برقه اخيرا، شوفي اليمن التي قسمت الى 6 اقاليم، تونس وما يحدث فيها، سوريا وما يحدث على ارضها ولا يخفى على شيء. لم يبقى سوى الجيش المصري، لذلك كل العرب وكل الدول العربيه تحاول ان تدعم الجيش المصري، فهو صمام الامان لدول الخليج بالظبط. فاحنا الاولى كمصريين وكشباب مصري منتمي ومحب لهذا الوطن في دعم هذه المؤسسه العريقه، الجيش المصري العظيم الذي انحاز الاراده الشعبيه في 30 يونيو. عايزه ارجع تاني للدكتور احمد نجيب. دكتور احمد، يعني بدأت اتهامات مؤخرا أو أصوات تعلو مؤخرا طبعا قرب استحقاقات الانتخابات الرئاسية بأن المشير عبد الفتاح السيسي ما بيخاطبش الشباب. تعليقك ايه؟ لا بالعكس، المشير عبد الفتاح السيسي يعني بان قوي في موضوع التوكيلات، ان يعني حملة مستقبل وطن كان في تحدي مع أو سباق مع الزمن، ان احنا في 48 ساعة جمعنا 27,000 توكيل للمشير عبد الفتاح السيسي. نعم. من خلال هياكلنا التنفيذيه في كل المحافظات مصر. ال 27,000 توكيل دول كان يعني بنسبه 90% فيهم شباب. تمام، فده اكبر دليل ان الشباب موجودين. وتاني حاجه ان حمله مستقبل وطن هي حمله شبابيه، وهي احد الحملات الداعمه للمشير عبد الفتاح السيسي. لان في ناس بتقول ان الشباب عازف عن المشاركه في هذا التوقيت. اطلاقا نعم. ده كلام خالي من الصحه. وحضرتك يعني كان ابسط حاجه ان كان في مسيره. طب كان ردكم ايه بقى كحمله كبيره زي دي؟ لان احنا بدانا يعني الشباب بتوعنا بدا يكون ليهم تواجد في الشارع. ان احنا يعني حضرتك اسماعيليه امبارح كان فيها سيول، كان في 1000 شاب نازلين في اسماعيليه عاملين مسيره للمشير عبد الفتاح السيسي، وكانوا رافعين الصور بتاعته مؤيدينه، وفي ظل الامطار والجو الصعب اللي كان موجود في قطاع القناه كله امبارح برضه الشباب نازلين واقفين. يعني كان حاجه تفرح. فاللي بيقول كده يجي يشوف يتابع الشباب هم بيعملوا ايه، وبعد كده من وجهه نظرك اللي بيقول كده ايه الهدف؟ اي حد ناجح طبعا لازم يكون فيه هجوم عليه، ولازم يكون فيه اقاويل عليه، ولازم يعني هما ما فيش كلام يقدروا يقولوه. هو الراجل مش الشباب بس اللي داعمينه، كمان ده البلد يعني الدوله كلها داعماه، سواء شباب شيوخ كل الناس، كل اطياف الشعب. هو ربنا مديله قبول وحب الناس، فالناس كلها داعماه. هو ليس فقط قبول، فهو حقا قائد وزعيم، واخذ يعني ده هو رد الروح لمصر طبعًا. يعني بخطاب العزله، لانه مصر خلاص كانت بتضيع وكانت بتتقسم والشعب عادي بيتضرب من ميليشيات وبيتقتل من ميليشيات، يعني كانت مهزله بتحصل يعني في البلد. طبعا هو سياده المشير كان يعني دوره كان واضح جدا، وهو يعني حتى لما حمله مستقبل وطن يعني قررت انها تدعم سياده المشير عبد الفتاح السيسي. قررتوا امتى؟ كان القرار هو كان جه قبل يعني في يناير تقريبا، قبل الاعلان عن الترشح. قبل الاعلان عن الترشح، وكان جه من الهيكل التنفيذيه اللي عندنا في القرى. يعني القرى يعني احنا مش حمله مستقبل وطن اجتمعت وقالت احنا عايزين نرشح المشير عبد الفتاح السيسي فبننزل القواعد فنلاقي ناس اتفككت مننا. لا، احنا الموضوع عندنا ماشي بالعكس، ان احنا الموضوع جاي من القواعد كلها بيوصل للمركزيه عندنا. احنا بنشوف القواعد والاعضاء التنفيذيين عايزين ايه، واحنا يعني المطلب الشعبي هو اللي كان، او القاعده الشعبيه هي اللي كانت بتحكم. تمام، كان مطلب شعبي في كل المراكز، في كل القرى، في كل النجوع، ترشحوا مين. يعني من قبل اي حتى ما حد يقول انا هترشح، فهم قالوا المشير عبد الفتاح السيسي. فاحنا كان القرار بالدعم فعلا، وكان التحدي قلنا لهم طب خلاص احنا موضوع التوكيلات جاي، نبدا نشتغل في التوكيلات. ففي 48 ساعه 27,000 توكيل، وسط احتفال كبير، ووسط برضه ان كان في الشهور العقاريه. ده كان عن محافظات ايه اللي هو 27,000 توكيل؟ على كل محافظات مصر، على كل محافظات، على 27 محافظه. نعم. يعني وكمان الناس جايه من اسوان ومن شمال سيناء ومن جنوب سيناء ومن الوادي الجديد، ويعني كل مناطق مصر وكل محافظات مصر
يعني الناس بتشتغل بحب للمشير وعشان خاطر البلد، بس هم شايفين فيه يعني احنا الشعار ان احنا نرى فيه كمستقبل وطن بس. استاذ هشام، يعني بما ان حضرتك برضو متحدث باسم الحمله، كيف تم التواصل مع حمله المشير عبد الفتاح السيسي؟ ازاي بداتوا؟ يعني مين اللي كلم مين او مين اللي راح؟ هو طبعا يعني خليني اقول ان السؤال ده فيه اجابه عن برضو السؤال السابق، هل الشباب هم جزء من حمله المشير السيسي؟ هل الشباب فعلا موجودين ولا لا؟ عضو المكتب السياسي لحملة المشير السيسي محمد مصطفى بدران، رئيس اتحاد طلاب جامعات مصر وعضو لجنة ال50، عمره 23 عام. اللي قاعدين قدام حضرتك النهارده أعضاء في لجنة الشباب في المكتب السياسي لحملة المشير السيسي. حملة زي مستقبل وطن التي تدعم خارطة الطريق وتدعم المشير السيسي قوامها الآن 64 ألف شاب على مستوى جمهورية مصر العربية كلها بتدعم حملة واحدة تدعم المشير عبد الفتاح السيسي. التواصل طبعا حصل عن طريق محمد مصطفى بدران، منسق عام مستقبل وطن وعضو المكتب السياسي، وبدأ التنسيق عبر الحملتين، وثقتهم عليت في حملة مستقبل وطن جدا بعد أو عقب موضوع التوكيلات، لأنه لما يبقى فيه حملة شابة يعني مجهود رائع انها تقدر تجمع 27 ألف توكيل في 48 ساعة، في حين ان كل الجبهات وكل الاحزاب وكل الحملات تتصارع علشان تقدم التوكيلات، وتكون الحملة دي هي الحملة الأولى اللي بتقدم التوكيلات 27 ألف توكيل في 48 ساعة، فثقتهم جت من هنا. بس خليني أضيف نقطة مهمة جدا أستاذة مها على فكرة المشير السيسي. المشير السيسي النهاردة مين يقدر ينكر انه اصبح ظاهرة حقيقية مش بس في مصر، امتدت للعالم العربي كله كمان. نعم. مين يقدر يقول ان المشير السيسي هذا الرجل لم يستطيع انه يبني جسر من الثقة بينه وبين المصريين ويعبر فوق هذا الجسر الى قلوب وعقول المصريين؟ ودعيني اديكي دليلين على اكتر من دليل على هذا الموضوع. لما خرج المشير السيسي يخاطب الشعب اخرجوا فوضوني ضد الارهاب، فخرجت الملايين والجموع تفوض اكتر من 30 ستة، اكتر من 30 ستة في 48 ساعة. تعالي مرة تانية لما خاطب الام والبنت، الابنة والام والاخت للتصويت على الدستور، انا عايز اقول لحضرتك 62% من اللي صوتوا على الدستور كانوا سيدات مصر. انا والدتي سيده مسنه، انا ببعت لها كل السلام والتحيه من خلال برنامج حضرتك ومنبرك الاعلامي، اتصلت بيا قالت لي تعالى علشان تاخدني اروح احط صوتي في الدستور، وهي سيده مسنه عمرها ما خرجت لصناديق الاقتراع. قد ايه هذا الرجل استطاع ان ينقل الاحساس بالمسؤوليه للشعب وللناس ويعبر الى قلوبهم وعقولهم، فبالتالي اصبح جزء منهم. هل لذلك المشير عبد الفتاح السيسي بيخاطب المراه لان هي الام والاخت والزوجه، وهي اللي هتبقى قادره ان هي يعني تقود برضو العائله وتوجههم، خصوصا ان هو اشار الى ان المراه بالنسبه له المصريه يعني جزء مهم جدا من حياته. في لقائه الاخير تحدث بشكل كبير جدا عن المراه وعن دور المراه وتقديره للمراه بشكل كبير جدا، وده ملحوظ في كل حتى خطاباته استاذه مها. صحيح. شوفي، اذا كان الصدق سبب، تاكدي ان النجاح والوصول للناس هيكون نتيجه. النهارده هذا الرجل يتحدث بمنتهى الصدق بمنتهى الشفافيه مع الناس. لما قالوا له احنا عايزينك تكون رئيس الجمهوريه وبنطلبك تكون رئيس الجمهوريه، قال لهم ما تطلبوش مني كده لاني مش هنيمكم، لان هقومكم الساعه 5 صباحا. يعني شوفي هذا المنطق، بيكلم الناس بمنتهى الصدق، عايز يحسسهم بمدى المسؤوليه وشعورهم بالمسؤوليه في هذه المرحله الصعبه. وان هو ما خدعهمش وباع احلام بقى انا هعمل لكم على فكره وهوزع بقى بالظبط. ده اللي انا عايز اقوله. صحيح. ان يبقى في جدار او جسر من الثقه بيننا وبين هذا الرجل. يعني عارفه حضرتك عقب 25 يناير الثلاث سنوات الماضيه كانت كل الايادي مرتعشه، محدش عارف ياخد قرار. يجي هذا الرجل في 30/6 وهو على قمه الجيش المصري وينحاز الى الاراده الشعبيه ويستطيع ان يتخذ قرار ثم ينفذ القرار في وقت صعب جدا وحالك امام الناس كلها. اعتقد لازم يكون له منا كل احترام وتقدير. استاذ هشام، ايه قصه الصعيد؟ يعني في حديثه في وسائل الاعلام لقاء المشير السيسي يعني اتكلم على الصعايده شويه بحته زياده، قال لك هم حتى في الجيش ووجودهم في الجيش هم اجدع ناس، هم رجاله بجد، هم ايه سحر الصعيد؟ يعني ده اولا ده حق الصعيد علينا وعلى مصر كلها، لان الصعيد ده هو بوابه مصر، دي حقيقه، وهو سله مصر.
الصعيد برجاله ونسائه وأراضيه الخصبة وبشبابه المتحمس الفاهم الواعي، دول أنا بعتبرهم بوابة مصر، وده قصد المشير السيسي، وده اللي هو بيقصده. وبعدين خلي بال حضرتك ان الصعيد ظل سنوات كثيرة محروم من كثير من الخدمات وظل يتحمل، فمن حقه النهارده ان احنا ننظر له بعين مختلفه شويه، وان احنا زي ما بنقول كده بالبلدي ننفله شويه يعني. فده اللي بيقصده المشير السيسي، وانا سعيد جدا بده لما يكون الحاكم او المرشح ان يكون حاكم. ده غير ان هو اشار لتركيبه الصعيدي، يعني هو تركيبه، هو طبعا احنا كلنا مصريين طبعا، بس طبعا كل ارض وليها او كل محافظه ليها طبيعه برضه او مجتمع، ولكن هو اشار على تركيبه يعني الشخص اللي هو من الصعيد، انه يمكن حمول مثلا، او عنده صبر، او عنده عزيمه، او عنده اراده، او بيحب العمل. صحيح طبعا. احنا النهارده قاعدين هنا في التكييف وقاعدين في القاهره، لما بيجي شويه حر شويه بنتعب. هم هناك بالنسبه لهم الحر عندنا ده تكييف يعني. فعندهم فعلا قدره على التحمل في كل مناحي الحياه بقى، مش بس في الجزئيه دي. صحيح. دكتور احمد، عايزين نتكلم بقى عن طلبات الشباب من المشير عبد الفتاح السيسي. يعني لما قعدتوا كانت ايه اهم المطالب للشباب، او اهم الملفات اللي يجب ان يتم القاء الضوء عليها في الفتره القادمه؟ طبعا اول مشكله هي مشكله البطاله، وان احنا نضع اليات فعليه لحل المشاكل دي. في المشاكل الحياه عموما اللي هي بتواجه يعني طبعا البطاله دي لو اتحلت هيكون في زواج، هيكون في استقرار، هيكون في بناء للدوله. بس فالموضوع كله مترابط ببعضه. وبعد كده المشاريع طبعا الاستثماريه اللي في البلد والافكار اللي في البلد عموما. فالشباب طاقه ولازم يستغلوا كويس جدا في المشاريع اللي هي موجوده في البلد، وهم لهم رؤيه في كل مجالات الحياه. ما فكرتوش تطرحوا فكره انه الشباب زي ما هو بيهتم بانه يبقى ليه شهاده ويدرس؟ انا مش ضد التعليم طبعا خالص، ولكن العمل الحرفي تم تهميشه، واعتقد انه جزء منه انه في ناس ما اعرفش تم تهميشه ليه واهماله لدرجه انه المهن الحرفيه بقى يعني تكاد تنقرض، مع ان دي ممكن تتحول لطاقه انتاجيه وتبقى مصدره كمان للخارج. طاقات الشباب او توجيه طاقات الشباب انه طبعا هنتعلم وطبعا هناخد شهاده، ولكن انا مش عايزه الشباب اللي مثلا عنده موهبه وبيحب انه يصنع او حرفه ما يبقاش مكسوف منها، لان احنا لقينا شباب يعني بيتكسف من الشغل، واخد الشهاده وقاعد على القهوه وعنده كبر انه انا هشتغل في المجال اللي درسته يا مش هعمل حاجه خالص. ودي اعتقد ان هي ثقافه يعني خاطئه ولا تنهض بمجتمع حقيقه، لانه حتى الدول المتقدمه، يعني اكبر الدول المتقدمه مفيش الكلام ده خالص. ده من الشاب من عنده 14 سنه بينزل يشتغل وبيشتغل اي حاجه وكل حاجه عشان يساعد نفسه ويتعلم كمان. اكيد باكد على كلام حضرتك جدا. كويس جدا ان الاعمال المهنيه والصناعيه اللي في البلد هي اللي بتقوم البلد، وفي دول صناعيه قايمه على الصناعه والاعمال من ناسها. في برامج كلمنا عن قطاع القمامة والأسمنت. شفنا حصل فيها في مساحة من شفنا إلقاء الصبي أسر العمارات هذه الشهيرة. بقى النيل الإسكندرية والقاهرة لحمل ازاي؟ تعمل اي حركه ولا ايه كده؟ طبعا بيكون في صراعات ما بين الناس، وفي يعني في مناطق بيحصل فيها خناقات وضرب ويعني في القرن دول موجودين طبعا فصيل موضوع طبعا فصيل
ضئيل جدا. يعني في مناطق طبعا في الاسكندريه معروف ان فيها تواجد كثير للاخوان. مش في الاسكندريه بس، في السويس يعني في السويس في حاجات برضو مش بتطلع في التلفزيون. يعني السويس كان في ايام كان في نار وحاجات غريبه بتحصل يعني، والحاجات دي بتضيع شويه. بس كانوا برضو اقتحام اسم ال40 طبعا في فتره 25 يناير مطلوب اقتحام طبعا ضرب اقتحام. كان في كورسات مكثفه وبيجيبوا تصنيف للشباب ان هم دورهم ايه وهيوعوا الناس ازاي، سواء على الدستور او سواء على الرئاسه او سواء على طب ازاي بيتم خلاص في الامنيه في وقفه عشان خاطر برضو يعني الناس برضو تبقى نازله وتبقى خايفه يعني. نعم. يعني اذا كان الاسلام بتتضرب والحاجات بتتضرب صحيح دول شباب في الشارع، بس الحمد لله يعني اغلب المساجد عدت بسلام يعني الحمد لله. هستاذن حضراتكم في اتصال هاتفي من احمد من القاهره. صباح الخير يا احمد في صباح التحرير ويكند. السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. احمد الحاوي من اسيوط يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا فندم، وتحيه لاهالي اسيوط. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك حضرتك يا احمد الحاوي متحدث الاعلامي لحزب الشعب الجمهوري. اهلا وسهلا يا فندم. كلام حضراتكم عن الشباب وحل مشاكل كلام كويس، ولكن بعدين حضرتك لحل مشكله الشباب اللي مش لاقي شغل في مصانع بمنطقه وادي الشيح، وعايزين رجال اللي عمل البنيه التحتيه حتى لو حضر الشباب ما يكون الامكانيات. على دور الاحزاب لحل المشكلات المدرسه من مشكله البطاله والعشوائيات وعدم اقامه مشروعات كبيره ومثال ذلك وفعلا انا بنتكلم عن افتقار الصعيد للخدمات في شتى المجالات بالظبط. ودي فرصه ان احنا نناشد الحكومه ونناشد القائمين الان على صناعه القرار ان هم فعلا يهتموا بالصعيد مصر. نعم. ويهتموا هو بالشباب كمان في صعيد حدد مناطق قال مصانع في وادي انا مش فاكره اسم الاسم في قريه العتمانيه وفي قريه هو قال قريه عتمانيه البداري في البداري وقال في وادي انا ما سمعتش كويس المنطقه. ده دور رجال الاعمال كمان استاذه مها. بالظبط. ما هو بيقول ان هو لازم يدعموا الحكومه والدوله في الاماكن دي، واقامه المصانع وانشاء المصانع والشركات والمؤسسات. ده بيتطلب طبعا من الدوله ان هي تدي تسهيلات لرجال الاعمال عشان يعرفوا يعملوا مشاريع في الاستثمار عموما. ويمكن اشار له برضه المشير السيسي يعني صحيح. قال انه من اهم الاشياء اللي هتكون شريكه في النجاح الفتره القادمه الاستثمار صحيح. والترشيد. تحدث عن الترشيد والاستثمار. صحيح. يعني دي نقطه مهمه جدا جدا. دعوه لكل رجال اعمال مصر ان هم يدعموا مصر وصعيد مصر الفتره القادمه. نعم. ايه بقى اشكال دعمكم للمشير السيسي في فتره الانتخابات القادمه؟ طبعا يعني سبل الدعم للمشير السيسي بدأت من فترة، سواء عن طريق مؤتمرات وندوات في كافة محافظات مصر وفي كافة مراكز مصر وقرى مصر، دعم للمشير السيسي، توعية الشباب أنفسهم، توعية كل الناس للخروج
للانتخابات. احنا عارفين ان شاء الله بمشيئه الرحمن. بس خد بالك في اصوات دلوقتي ابتدت تطلع تقول لك هو كسبان، واعتقد ان ده صوت خبيث جدا لانه هيخلي الناس ما تنزلش. لا احنا مش عايزين، ده اللي انا بتكلم صحيح. فيه. احنا عايزين كل الناس تنزل، احنا عايزين المشير السيسي ينجح باكبر عدد ممكن من الناس وملايين الناس. صحيح. احنا عايزين نقول للخارج انه دي الاراده الشعبيه. صحيح. الإرادة الشعبية التي تأتي الآن بالمشير السيسي، ثقة في هذا الرجل وثقة في المؤسسة التي أنجبت هذا الرجل. والمشاركة عامة في النزول، إنه الشعب بيكمل خريطة المستقبل. بعدين ما تنسيش خلاص إنه الانتخابات هتكون مراقبة دوليا، يعني ما لهمش حجة تمام في أي حاجة. فإحنا بنناشد الناس كلها وكل شاب، انزل حط صوتك، انزل صوت في صناديق الاقتراع. ده شيء مهم جدا حتى عشان احنا كمان وصلتنا كمصريين. احنا مطلوب مننا ان احنا نطلع ونظهر بشكل حضاري كبير جدا بعد ثورتين مهمين جدا في مصر. نعم. لازم التصويت وصناديق الاقتراع تمتلئ باصوات الناس. دكتور احمد، في نهايه لقائنا كلمه اخيره تحب تقولها من خلال شاشتنا؟ بحب اشكر حضرتك واشكر كل اعضاء البرنامج. بشكرك. وان شاء الله شايف مستقبل مصر احسن باذن الله بقياده المشير عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله الشباب والشعب كله هيكونوا ايد واحده وهيكونوا متكاتفين وراه، وان شاء الله هنبني بلدنا وهنطور فيها في اسرع وقت ان شاء الله. في نهايه اللقاء بشكر ضيوفي الدكتور احمد نجيب مسؤول قطاع القناه والاسكندريه، بشكرك شكرا جزيلا. وصباح الخير في صباح التحرير ويكند. وبشكر كمان الاستاذ هشام القاضي وهو مسؤول الدلتا ومتحدث باسم الحمله. بشكرك يا فندم. اشكرك. صباح الخير. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل، هيكون معانا فقره اخلاقك عنوانك. اخلاقك عنوانك بتتكلم عن سوء استخدام الانترنت مع الدكتوره هدى زكريا استاذ علم الاجتماع السياسي، والاستاذ رامي فوزي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. يا ريت كمان تتواصلوا معانا على التليفونات اللي هتكون موجوده على شاشه البرنامج او على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، فيسبوك /تحرير ويكند. خليكم معانا.